بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله بامر الله هنعمل معاكم الرز بلبن الكريمي باسهل طريقه وحلو جدا. معانا هنا كوبايه رز بالكوبايه المعياريه، معانا كوبايه سكر مؤقتا، هيبقى معانا كيلو حليب. تمام، وهيبقى معانا معلقتين نشا واتنين باكت فانيليا. بس هي دي كل مقاديرنا حبايب قلبي. طبعا الكوبايه المعياريه دي اللي هي اكبر كوبايه في الكوبايات المعرية، غسلناها كده، غسلنا كوباية الرز حلو قوي. وبعد كده جبنا حلة معانا كده زي ما انتم شايفين، وهننزل بأربع كوبايات مية من نفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الرز. تمام كده حبيب قلبي. بس هو ان شاء الله مع السوا هيحتاج كوباية تانية. دول 4 كوبايات بس على كوباية الرز اللي احنا نزلناها. وان شاء الله يعني مقادير سهلة ومش مكلفة بأمر الله. هنحط كده الرز بقى على النار، وايدينا طبعا بتقلب فيه، مش هنسيبه، وتبقى النار هادية عليه عشان الرز ما يلزقش معانا في قاع الحلة. طبعا هنفضل نقلب كده في الرز، ولو شرب المية بتاعته دي اللي هما ال4 كوبايات، نزلت بنفس الكوباية مية تاني عشان يكمل سوا لحد ما يستوي خالص. هنحجز بقى من كيلو الحليب في حدود كده كوباية واحدة بس بره. تمام، وهنقلب فيها حبايب قلبي معلقتين نشا بالعدد، معلقتين هرميين. تمام، وطبعا كوباية السكر دي هتبقى مؤقت بس لحد ما نشوف الرز هيحتاج اكتر من كوباية ولا هيحتاج الكوباية، على حسب الرغبة بتاعتكم انتوا بقى. هنقلب كده معلقتين النشا، معلقتين اتنين بالعدد، وهنقلبهم حلو قوي في كوباية الحليب اللي هي خدناها بره كيلو الحليب ده. تمام، هنقلبها ونسيبها على جنب دلوقتي. طريقة سهلة جدا وهيطلع في الآخر كريمي وجميل. كده كنا طبعا زودناه كوباية، طبعا ما جبناهاش في الكاميرا، وكان استوى معانا خالص كده زي ما انتم شايفين. استوى خالص تماما واتهرى خالص، مش عاوزين يكون بيقرقش تحت اسناننا. هننزل كده ببقية كيلو الحليب عليه كده. تمام، احنا لسه منزلناش بسكر ولا بأي حاجة، هو بعد ما استوى هننزل ببقية كيلو الحليب. طبعا هنفضل نقلب كده لحد ما يبتدي يغلي معانا كام غلوة كده مع الرز. وهننزل بالسكر وهندوق كده، نحلي وندوق ونشوف هل هيحتاج سكر تاني ولا لا. طبعا انا حطيت سكر تاني، الكوباية دي ما نفعتش، اضطريت ان انا ازود شوية سكر كمان عشان خاطر نظبط السكر، وده على حسب الرغبة والذوق. تمام، في ناس بتحب سكره عالي وفي ناس بتحب سكره هادي. طبعا انا بدوق عشان اظبط السكر في التوقيت ده. اضطريت ان انا انزل بحبة كمان صغيرين عشان بس كان دلع شوية، يعني في حدود كوباية وربع، كوباية ونص خدهم كده. وكده تمام اوي زي ما بقولك. هنسيبه بقى كده، هنعلي النار عليه وهنسيبه يغلي مع الحليب شوية زي ما انتم شايفين كده. واول ما ياخد كام غلوة كده هنبتدي ننزل بايه بقى حبايب قلبي، بكوباية الحليب اللي احنا خدناها على جنب وحطينا فيها معلقتين النشا. تمام، لان هو كده كده خلاص الرز دخل في سوا. هننزل بقى بحبة الحليب دول بكوباية على معلقتين النشا دول بقى عشان خاطر يظبطوا لنا قوام الرز بلبن. ونسيبه برضو ياخد غلوتين كده. وهننزل بكيسين الفانيليا او باكيتين الفانيليا دول. ياخد غلوة والتانية ونحس ان القوام اتظبط، خلاص بنقفل عليه. تمام، اطعم بقى وكله اطعم واحلى بقى رز بلبن كريمي خطير يا جماعة. بجد بجد انا بعمله بالطريقة دي على طول، واهم حاجة اللبن يكون دسم ومن مكان موثوق فيه ويكون جميل زي المحلات بره بالظبط. وان شاء الله بعد كده مرة جاية هعملهولكوا اللي هو الوش المكرمش. بس طبعا انا عندي ولادي ما صبروش صراحة ان انا لا كرمش الوش ولا حتى افرده. انا صبيته من هنا ويا دوب صورت ونزلوا عليه بقى، لان طبعا بيبقى طعمه خطير. تمام، لان الوش المكرمش بيحتاج
بيحتاج طريقة تبريد وبعد كده يخش التلاجة وبعد ساعتين يطلع، فطبعًا إيه، كل ده مش ما فيش صبر على الكلام ده يعني، فاهمينّي؟ فخلاص كده بُصّوا بقى هو كده خلاص السُمك بتاعه ابتدى يتقل، باقول لكم كده تمام أوي، طالما بادّيكم الأوكي تعرفوا إن هو كده بقى إيه، تمام. كده بقى هنغرفه معاكم أهو، بُصّوا ما شاء الله حاجة كده الله أكبر وهم. طبعًا غير بقى لمّا يبرد بقى بتدوقوا بقى ألذ وأطعم رز بلبن كريمي بالكمية الحلوة دي، طبعًا أنا بالكوباية المعيارية دي أحلى حاجة، تمام، بيطلع بقى juicy كده وطري وجميل جدًا، وبألف هنا وشفا حبايبي على قلوبكم. يا رب يكون وصفة الرز بلبن عجبتكم، أكلة خفيفة، حلا خفيف وسهل واقتصادي مش مكلف، وبأبسط الأشياء بنراضي أولادنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. طبعًا أنا عندي مش بيحبوا عليه أي مكسرات صراحة، فعشان كده أنا قدّمته بدون أي مكسرات، وده كان الشكل النهائي طبعًا الأطباق دي اتشال نُصّها في الأكل، واللي لحقته منهم قدّمته، تمام، بألف هنا وشفا على اللي كَل. بُصّوا بقى يا حبايبي ده كده بعد ما ابتدى يعني هدي شوية، اللهم بارك حاجة كده كريمية جميلة جدًا، ويا رب تكون وصفة الرز بلبن عجبتكم النهارده. ما تنسونيش تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة وتتفرجوا على الفيديو للآخر عشان خاطر ربنا يسهل لنا الحال يا رب. هتشوفوا بقى كده الرز شكله عامل ازاي كريمي ازاي وجميل، كان بيرد معانا بصوا الجمال زي بتاع المحلات وأجمل والله يا جماعة، وكوباية رز وكيلو حليب وعملنا الجمال ده كله، وبألف هنا وشفا. وده كان شكله النهائي الرز بلبن بتاعنا الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله.